موضوع غريب جدا عامل قلبان في كل وسائل الإعلام، سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة أو المقروءة. اتجوزت 11 مرة، زانية، جوزها تيس، والمحلل حرام ولا حلال؟ كل ده هنعرفه في أصل الحكاية، خليكم معانا. انت اتطلقتي منه 11 مرة صح؟ واحدة واحدة، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ايوه صح. الساعات اللي فاتت أثار الشيخ محمد أبو بكر قضية فقهية غريبة شوية والناس كتير ما كانتش فاهماها. المحلل حلال ولا حرام؟ وهل الفكرة اللي احنا كنا واخدينها عن المحلل ده صحيحة أم خاطئة؟ وخصوصا إن أغلب الناس خدت الموضوع بتاع المحلل ده عن طريق فيلم، مش عن طريق آراء فقهية، عن طريق فيلم كان واخد شهرة كبيرة جدا لأن البطل بتاعه كان الزعيم عادل إمام، فيلم زوج تحت الطلب. طبعا الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب أثار الموضوع دوت واستشهد. المشكلة هنا بقى استشهد ببرنامج بيجي تقريبا كل رمضان بقاله أكتر من 4 سنين، بتقدمه الأستاذة بسمة وهبة، اسمه العراف أو العرافة، مش فاكر لأني مش بتفرج عليه، وهقول لكم ليه برضو في نص الحلقة وكلنا هنفهم ليه. المهم الشيخ استشهد بحلقة كانت الضيفة فيه الدكتورة أو الفنانة التائبة أو الفنانة السابقة أو الإعلامية ميار الببلاوي. استشهد بالحلقة دي بالذات بصرف النظر إن الحلقة كانت رمضان اللي فات تقريبا، والموضوع أثار عن طريق الشيخ من كام يوم بس. أعتقد الموضوع كان قديم، كان ممكن يتفتح قبل كده، الوقت عليه علامة استفهام. المهم هو استشهد بالموضوع دوت لأنها لما كانت ضيفة في البرنامج قالت كلام غريب جدا، والكلام ده كان يخص زيجاتها السابقة وطلاقاتها السابقة برضو، وخصوصا أسباب طلاقها وأسباب جوازها، موضوع المحلل اللي هي استخدمته، ويعني إيه اتجوزت 11 مرة مش فاهمين طبعا. حتى بسمة وهبة قالت إن المفروض اللي بتطلق 3 مرات لو عايزة ترجع بتجيب محلل، وكأن المحلل حاجة سليمة أو حاجة صح. هنعرف خلال الحلقة طبعا تفاصيل أكتر عن المحلل. بس الشيخ استشهد بالموضوع ده لأن حالات الزيجات بتاعتها وحالات الطلاق كانت حالات جدلية جدا بخصوص الفقه، وده تخصص الشيخ محمد أبو بكر، علشان كده استشهد بيه. وطبعا الجدل دوت بيثير تساؤلات الجمهور، وده بيكون في مصلحة البرنامج وشهرة البرنامج وإعلانات البرنامج، وأحيانا بيثير غضب الجمهور جدا، الجمهور اللي فاهم. مش محتاج أقول نسبة الجمهور اللي فاهم قد إيه ونسبة الجمهور اللي مش فاهم أو اللي بيضحك عليه قد إيه. بس في الأول وفي الآخر ده شيء مش غريب على الأستاذة بسمة وهبة، برنامجها اللي معروف من زمان. واللي ما يعرفش البرنامج دوت فهو برنامج بيجيب الضيف بيسأله أسئلة ممكن توصله لمشاكل، والضيف ممكن يكون مش مهيأ انه يتسأل الأسئلة ديت، واحيانا الضيف بيكون متفق ان هو هيعمل حاجة زي ديت بحيث حلقته تتشاهد، يجيله اعلانات، الموضوع مصلحة من الآخر. ومن وجهة نظري كواحد من الجمهور أنا شايف البرنامج دوت شغلته قايمة على إثارة الجدل، وأحيانا بيساهم في تغييب عقول كتير جدا. بس في الأول وفي الآخر الموضوع ماشي كده في البرنامج ده، هو ده طبيعة البرنامج. وأكيد كلنا شفنا مشاكل حصلت في الحقيقة بسبب البرنامج أو شو عملوا البرنامج. بس اللي مضايقني إنه اشرب بقى يا جمهور. للأسف الجمهور هو اللي بيحاسب على المشاريب كلها، انتم جمهور العربي والمصري تحديدا. وانا كواحد من الجمهور دوت بقول رأيي. انا شايف ان الموضوع اللي بيحصل ده استخفاف بعقل المشاهد. لو حد ليه رأي تاني يتفضل يقولهولي. المهم بعد الحلقة ديت بفترة ومن كام يوم يطلع الشيخ محمد ويتكلم عن الحلقة دي ويقول حاجات مهمة جدا عن موضوع المحلل، وهل هو حرام ولا حلال، وبالدليل. مش بس كده، هو قال إن من ارتضت بالمحلل فهي زانية، واستشهد بأحاديث وتوصف بها الزوج إنه تيس أعزكم الله. الموضوع اللي أثار جدل كبير جدا وغضب الجمهور بتاع دكتورة ميار الببلاوي. بعتوا لها المقطع بتاع الشيخ وهو بيقول عليها الكلام ده وعلى زوجها لما استشهد بيهم في الحالة الجدلية بتاعة المحلل. بعدها بيومين أو يوم اللي هو امبارح ولا أول امبارح طلعت
وعملت لايف واتكلمت عن الموضوع دوت وبكت وانهارت لدرجة ان هي اغمى عليها وهي بتعمل اللايف ده، وكل ده قدام الناس. وسبب انفعالها ان هي كانت بترد على الكلام اللي قاله الشيخ، وكانت بتوضح تفاصيل زيجاتها وطلقاتها السابقة والحالية، واتكلمت قد ايه ابنها مش عارف في ايه مراسه وسط اصحابه وسط الناس بسبب الكلام اللي قاله الشيخ عليها. قد ايه وصف ذهنيه ووصف الزوج ان هو تيس اللي هو زوجها، قد ايه حاجه مؤثره جدا يعني. شيخ يطلع يقول ان انا زانيه، حسبي الله ونعم الوكيل. ده كان سبب في تعاطف الجمهور معاها. ان المأذي في القصه دي كلها هي سمعتها، سمعه الست بتختلف كتير جدا، يعني بص لها بصه تانية خالص. المهم الناس تعاطفت، وفي اللي بدأ يغلط في الشيخ، وهي غلطت في بعض الكلمات في اللايف بتاع في الشيخ، ومع ذلك رفعت عليه قضية. قدمنا البلاغ ضد المدعو محمد ابو بكر، اخذنا رقم عريضه وان شاء الله علشان يطلع الشيخ برضه فيما بعد. ممكن يكون الفيديو هو طلع لايف النهارده تقريبا على صفحته الشخصية، وقال ان هو بيتكلم في مسألة فقهية، وهي كانت خير دليل اعترافاتها وبالكلام اللي هي قالته في البرنامج. وان المحلل انا قلت ان هو لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا ان حد يتقضى معاه ليلة بالاتفاق علشان ترجع لجوزها. وكمان الشيخ بيقول ان هو تواصل مع احد الشيوخ اللي هم ليهم علاقة بالوسط الفني ومن عائلة فنية، ولما سألوا في الموضوع ده قال له برضو يعني حتى عادل امام لما عمل الفيلم بتاع زوج تحت الطلب ما كانش قصده موضوع اللي وصل للناس عن موضوع المحلل ان هو عادي وجائز شرعا، زي ما الناس خدتها وفهمتها ان هي قضيه شرعيه. هو كان يقصد ان الناس اللي بتراقب الناس وبالفلوس بيسلم مراه. يعني خلاصة الكلام الشيخ كلامه صح، بس غلط لما استشهد بحد هو مش عارف تفاصيل حياته او تفاصيل زواجه او تفاصيل المحلل اللي استخدمه او تفاصيل طلاقه. والدكتوره ميار الببلاوي غلطت لما طلعت في برنامج هي عارفه كويس واحنا عارفين كويس، حتى بسمة وهبة عارفة كويس برنامج هدفه ايه. انا بالنسبة لي برنامج هدفه اثارة الجدل وخلق مشاكل من اللا وجود، بس حقها تدافع عن ما ذكره الشيخ في حقها في الفيديو بتاعه من دون علم او تفاصيل زيجاتها وطلقاتها. يعني من وجهة نظري الاتنين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، يعني واحد زي ما بيقولوا متعادلين. الزتونة بقى من الموضوع ده والإفادة الوحيدة ان ناس كتير ما تعرفش لحد دلوقتي ان المحلل حرام شرعا، وفي ناس كانت اول مرة تعرف من الشيخ ان المحلل حرام، وفي ناس اول مرة تعرف دلوقتي من الفيديو اللي انا بعمله ده ان المحلل حرام. عشان اشرحه بطريقة مبسطة، ما ينفعش نتفق ان في واحد هيجي يقضي معايا ليلة عشان جوزي طلقني اخر طلقة علشان خاطر اتطلق من اللي انا اتجوزته اللي هو المحلل ده وارجع لجوزي تاني. لكن يجوز اني اتطلق من جوزي طلاق عادي جدا واحب حد تاني او ابدأ حياتي مع حد تاني، وما يكونش هدفي ان اتجوزه عشان ارجع للاولاني واتجوز. ولو حصل مشكله او طلاق او ايا كان، اهم حاجه الطلاق ما يبقاش سبب ان ارجع للاولاني. لكن لو اتطلقت زوج التاني دوت ورجعت للاولاني، حلال حلال حلال، مفيش اي مشكله في الموضوع ده. اهم حاجه الطلاق من الزوج التاني ما يكونش سبب ان نرجع للاولاني. عيش بدون اتفاق وبدون اي وسيله من وسائل الضغط ولا وسائل انهاء المعيشه بالمزاج. فربنا قال في الحاله دي فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اتمنى تكونوا فهمتوا. كان معكم عمو ريشه اللي مش عاجبه العيشه ولا اللي احنا فيه ده. سلام عليكم. أصل الحكاية مش معضلة، بحبة إرادة تتحل المشكلة.